شيك نحكيو على الشان وعدم مشاركة منتخب المغرب صاحب اللقب في آخر جوز نسخ في الشان، وعدم تحوله إلى قسنطينة، عدم تحول المغرب للشان. أصدرت الجامعة المغربية لكرة القدم صباح يوم الخميس بيانا يفيد عدم مشاركة المنتخب المغربي للمحليين المنتخب الأولمبي الأو 23 المنتخب المغرب في بطولة الشان المعقدة بالجزائر في الفترة الممتدة بين 13 جانفي و 4 فبراير 2023. الجامعة المغربية أرجت هذا الغياب إلى عدم تمتعه بالترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وبهذا يغيب حامل اللقب عن البطولة للدفاع عن لقبه. من جهتها قدمت الجزائر مقترحا متمثلا بتقديم رحلة مباشرة للمنتخب المغربي نحو قسنطينة عبر خطوط تونسية بدلا من خطوط الملكية المغربية، لم يلقى قبولا مغربيا. جدير بالذكر أن الجزائر أعلنت منذ سنة إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية كتصعيد للتوتر بين الدولتين الشقيقتين. هذا الكوميونيكي اللي هبطته الجامعة الملكية المغربية. متوقع هذا القرار بالانسحاب من الشان محمد؟ هذا انا نشوفه هذا القرار يعني قرار ربط، هذا فيه ربط ما بين السياسي والرياضي. وانت اكتشفت فيك انك محلل سياسي في الاوف، انت والكابتن تتناقشوا في السياسه، سياسه الشرق الاوسط. الشرق الاوسط الشرق ادنى. اول حاجه كنا في الشان السياسي، نحكي في السياسه حب ان في الشان السياسي هو فما صارت اهانه كما نقولوا نحن المروك، اعلنت اللي فما اهانه في خلال المأدبه نتاع العشاء في القمه العربيه في الجزائر. ثاني زاد منع الصحفيين من التغطيه نتاع القمه العربيه هذيك. ثالث في الشان الرياضي فما اللي صار مع الناشئين، فريق الناشئين نتاع المغرب اللي ضربوا مضروب في الجزائر وصارت خنيفري وكذا وكلاوت ريحه وصارت فيها بوليميك كبيره. انا نشوف اللي المغرب خيرت يا المشاركه بكرامه ولا ما نشاركش جمله. لكن نقطه استفهام نقول انا حتى الانسحابات هذه صارت في الانسحابات، المروك عملت انسحابات في كره اليد زاد، ولكن مش تقام بطولة عربية ولا اللي جاية بطولة عربية وبطولة افريقية. اسكو هو هذايا امور سياسية؟ اسكو هو يعني امور متعمده لان تونس وقفت مع الجزائر يعني كما نقولوا احنا، ولا خويا هناك اعذار شرعيه اخرى ولا ما نعرفش؟ وقتها البطوله افريقيا للانديه في تونس والفرق المغربيه انسحبت من المشاركه. كابتن متوقع القرار هذا؟ متوقع. المايك كابتن المايك بيسالش طلع شويه الميكرو. متوقع واحنا معناها تكلمنا فيه الموضوع ان المغرب بالنسبه للمغرب قرار سيادي تجي على ناقله مغربيه وتدخل على اجواء جزائريه، وبالنسبه للجزائر قرار سيادي العكس بالعكس. معناها فما الامور هذه تتجاوز كره قدم وتتجاوز اليوم. هذه عندها عشرات وعشرات السنين. قضيه الصحراء الغربيه هذه معناها مشكل كبير بين الاشقاء، معناها تداعياتها كبيره على كل معناها برشا نواحي، منها الرياضه. منها الرياضه، خاطر الرياضه معناها مش نلقاها واحنا في افريقيا ولا حتى في مباريات اخرين تلقى الجزائر وفصل السياسه عن الرياضه. لا مستحيل، ما تنجمش. لا غير موجود. لا اسمع. النفاق هذاك الناس يقول لك والله الرياضه لا زوز احنا سميناها الشعوذه الرياضيه. هذيك الشعوذه هذه تو نجيو نعملوا لها برنامج اخر. فهمتي الشعوذه الرياضيه والمتسكنين ما معنيناش بس شعب بيتون حاسيلو. دونك معني بالنسبه لي انا متوقع كل واحد قعد معناها متمسك بموقفه السيادي، وهذا كل واحد وانا نعطيه حق المغرب وحق الجزائر. الناس كل يقول لك انا قرار سيادي، لا يقول لك انا قرار سيادي وانتهى الموضوع. ولكن نتاسف في النهايه على ما احنا الناس الكل ان شاء الله نتاسف لغياب المغرب لانه المغرب حتى كي غابت في تونس معناها وصار سوء تفاهم في السياسه. معناها مشكل كبير ان شاء الله نهار من نهارات. علاش لا يا خويا تصفى القلوب الناس الكل فهمتي ولا ونرجع كما كنا قال بورقيب. علاش لا؟ الملاعبيه المنتظر تألقهم في الشان تتألق غدوه مباراه الجزائر ليبيا في ملعب نيلسون مانديلا، هي المباراه الافتتاحيه. احمد القندوسي